فؤاد الزرهوني لاعب منتخب المغرب الفائز بكأس العالم للمنتخبات تحت السن طبعا، حاليا بقى موجود في النادي الاهلي. حتى اللاعب قال انا خلاص مضيت للنادي الاهلي. تعالى بقى اكلمك على فؤاد الزرهوني. باك جامد قوي، باك شمال عالي قوي قوي قوي، باك شمال هجومي جدا، بيعرف يعمل الاختراقات بطريقه عاليه قوي. انا بشوف له اهداف بالهيد يعني عنده رأسيات كمان فيها دقه عاليه قوي. عنده العرضيات جامده قوي 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 قوي. فهو باك شمال يقدر يحل لك الازمه اللي موجوده حاليا داخل النادي الاهلي. طب اللاعب ده انت متوسم له خير ولا لا؟ انا متوسم له خير جدا، لانه لاعب يقدر يديك كواليتي عالي قوي. يعني حتى الناس في المغرب زعلانه قوي اللي هو جاي النادي الاهلي. ليه هتقول لي زعلانه ليه؟ لاعب 19 سنه، لاعب كان لسه قدامه فرصه اللي هو يتالق ويحترف في اوروبا، وطبعا دي سياسه المغرب احنا عارفينها. فالناس زعلانه اللي هيجي النادي الاهلي. فده يقول لك ان دي موهبه عاليه قوي. النادي الاهلي قدر ياخد خدماتها، لان هيفرق جامد قوي في الحته ديت، لان الحته ديت هي اللي احنا بنشتكي منها حاليا مع المهاجم داخل النادي الاهلي. فانت باذن الله هذا اللعيب الجامد قوي اللي لسه قدامه عمر طويل، فتخيل ده الاهلي لو استغله دلوقتي يقدر يديله كام سنه وبعد كده يقدر يبيعه بقد ايه. فلا بيزنس من كل النواحي. فاللاعب دوت لو استغل جوه جدران النادي الاهلي هيبقى كواليتي عالي قوي 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 قوي.